حتى نزيدك لحاجة أخرى، حتى أن هذا الكبرنات الذين يحكمون الجزائر، فهل تعتقد أن فرنسا جاءت وأعطتهم قالت لهم أنتم غادي تمشيو للمؤسسة العسكرية الجزائرية؟ لا. الهواري بومدين حينما اتفق مع فرنسا في بنود الاتفاق التي نشرت في الجرائد الرسمية، هي دي لحظة، ضخم كلام كبير اليوم. شوف هذه عكاوي عكابها اليوم. شوف هذه الجرائد الرسمية، هذه جرائد رسمية وهذه جريدة رسمية فرنسية، هذه فرنسية، الجريدة الرسمية الحكومية الفرنسية. ماذا تقول؟ قل له. شوف ماذا تقول بالحرف: أن الجزائر ستتفق بعد استقلال الجزائر على أن 9 آبار من البترول والغاز الجزائري تبقى ملكا للدولة الفرنسية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اتفاقية موجودة في مختلف المؤسسات الرسمية العالمية بما فيها جنيف والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. الاتفاقية فيها كذلك على التجارب النووية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد حتى 15 سنة موجودة. الاتفاقية الثالثة على أن الموانئ نتاع وهران والجزائر يبقوا هما كقواعد عسكرية. الاتفاقية موجودة فيها على أن الدستور الجزائري بعد الاستقلال يمنع على الجزائر أن تستخدم جنودها خارج الحدود الجزائرية. الجزائر حينما أدخلت بطلب من الهواري بومدين الضباط الكبرنات اللي هما شنقريحة وغيرهم، أدخلتهم ليس للحفاظ على وجه الهواري بومدين أو بن بلة، بل للحفاظ عن مصالحها الاقتصادية مستقبلا والحفاظ عن مكاسبها السياسية. والجنرال دوغول قال قولته الشهيرة: الجزائر هي العمق الاستراتيجي في إفريقيا لفرنسا. هذا قولة شهيرة للجنرال شارل دوغول الذي كان رئيسا في فرنسا. فإذا خدنا الحدود الجزائرية التونسية، أنا لا أتكلم من فراغ، أنا لا أتحدث من فراغ. شوف لي واحد الخريطة راه هنا، الخريطة لا تفتش معك. معليش هاي شوف، أنا لا أتحدث من فراغ. شوف الأراضي إلى غاية هذه المناطق هذه اللي في الحدود التونسية الجزائرية هي أراضي تونسية، يعني حتى هي أراضي تونسية. هناك الحديد، المواد المعادن تاع الحديد في هذه المنطقة، وهناك الفوسفات. فإذا الجزائر نفذت الأمر على مصاريع لفائدة فرنسا، ففرنسا لن ما غاديش تخرج الوثائق. وفي نفس الوقت أن الحدود المغربية الجزائرية اللي فيها تندوف وبشار وغيرها فيها المعادن ديال الحديد وفيها الغاز. فإذا المغرب احنا رأسه لفرنسا على سبيل هذه الضغوطات اللي تعملوا في هذا الوقت، إذا احنا رأسه ففرنسا مع المغرب وتجبد الوثائق. وإذا الجزائر هي التي منخنعت ففرنسا تريد إغفال هذه الوثائق. الآن أنت تريد أن تقول أن الجزائر أخذت أراضي تونسية هنا. أخذت أراضي تونسية، وهناك وأراضي مغاربية. بلاتي أراضي بديو بتونس، الأراضي التونسية إلى غاية عنابة هي أراضي تونسية. والأراضي هذا كلام أنا أول مرة أسمعه. ما تسمع لنا كي ولا لو استضفت واحد من يعرف التاريخ والجغرافيا والصراعات المتواجدة ما بين الدول في هذه المنطقة في شمال إفريقيا ودرس هل يتكلم التوانسة عن هذا الكلام ويعتبرونها أرضهم؟ الآن ولاو يتكلموا، بدأوا يتكلموا الآن. وهناك في الجنوب 50 كيلومتر مربع غنية من الغاز الليبي
لا زالت تستغله الجزائر لحد الساعة. وفي الجنوب كذلك الأراضي ديال مالي برضا فرنسي طبعا. برضا فرنسي. نعم. وفي هذه المنطقة الشرقية للمغرب والغربية للجزائر اللي هي تندوفت وبشار وعين الصفرة والقنادسة وزبوشة الوسط وغيرها من الأراضي، فيها الحديد، فيها المنغزيز، فيها الفوسفات، وفيها الغاز. إذن هذه القنابل الموقوتة حاليا هي من صنع فرنسا، العسكر وصنع العسكر. هذو الضباط الجزائريين لماذا لم يتركوا السلطة للنظام المدني في الجزائر؟